ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. وحشتوني قوي 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 يا بنات، والله العظيم وحشني جدا جدا جدا. النهارده هنعمل فيديو حلو قوي قوي قوي. هطبخ معاكم وهنقضي اليوم كله النهارده في المطبخ. فيلا بينا نعمل أكلة حلوة جدا. أنا النهارده هعمل فراخ بس بطريقة حلوة جدا، وهعمل بطاطس، وهعمل رز بسمتي. فيلا بينا ندخل على الفيديو. يلا بصوا، هنا اول حاجه معايا الفراخ. عملت فرخه كده، نضفتها طبعا، حطيتها في المحلول بتاعها ونضفتها من اي حاجه فيها وكده، والحمد لله بقت زي الفل وجاهزه ان احنا نطبخها. و برضو عملت الرز هنا اهو، مش عارفه اوريهولكم. الرز اهو بسمتي، انا حطاه في ميه علشان يتنقع، لان الرز البسمتي بننقعه. وقطعت البطاطس، انا قطعت بطاطس وفلفله وبصل. انا قطعت كميه بصل كبيره لان انا النهارده هستخدم بصل كتير. هتبل الفرخه ببصله، وهنعمل في البطاطس بصل، والرز طبعا هنعمل برضو فيه بصل. فقطعت بصل كتير، قطعت بتهيألي 5 بصلات، وحطيت عليها من فوق 5 فصوص توم. فيلا ندخل على الاكل على طول. اول حاجه انا جبت صينيه عشان هعمل البطاطس الاول، عشان ابقى خلصت من البطاطس. انا هنزل على البطاطس، ماشي اهو. وهناخد شويه من البصل كده، وهاخد توم برضو اهو. انا يا بنات من يعني انا بحب ازود قوي في البصل في الاكل، بحس ان البصل زياده بيعمل الاكل طعم. بس هنا اهو عملت البطاطس، وهنحط ملح بس مش هحط كتير عشان انا هحط مرقه. وهحط فلفل، وهحط كمون. ماشي، وهحط سكر كده معلقه يعني حلوه عشان الطماطم. وبرضو عاوزه احط شطه، احط برضو حبه شطه. انا جوزي بيحب الاكل حار بس مش بحرره قوي يعني عشان الاطفال. وبرضو هحط المرقه، دي مرقه ماجي. الحقيقه مش عارفه اعملها بطماطم ولا اعملها بشوربه الفراخ، بس انا بتهيألي مش هعمل شوربه فراخ، لسه مانيش عارفه. هنشوف سوا بالفيديو هيمشي ازاي. انا عملتها اهو، هنقلبها كده في بعضها. وهقطع عليها برضو 3 طماطميات كده شرايح. انا مش هعملها بطماطم لان الاكله اللي انا هعملها دي ما ينفعش معاها طماطم، فانا مش هحط فيها طماطم خالص غير شرايح كده بس. انتوا عارفين الوقت الساعه كام؟ انتوا عارفين انا بطبخ الوقت الساعه كام؟ انا بطبخ دلوقتي الساعه 3 العصر. كنت في مشوار وجيت على طول على الطبيخ. انا ما وديتش ابني الحضانه النهارده، كان عندي مشوار حلو كده، فمن فرحتي ما وديتش الحضانه الحمد لله. هتقولي لي ايه علاقه المشوار بان انتي ما تودوش الحضانه؟ مش عارفه،
بس انا جوزي قال لي ما تودوش الحضانه، فما وديتوش الحضانه، سمعت الكلام. بس تعالوا بقى اوريكم شكل الصينيه، شكلها يفتح النفس ازاي من قبل حتى ما تتطبخ. تعالوا اوريكم. تعالوا بقى نعمل تتبيله حلوه قوي للفرخه. هحط كده شويه بصل خلاص وهتبله. ماشي، هحط لها حبه فلفل وحبه كمون. انا من الناس اللي ما بحبش الافتكاسات قوي في الاكل، بس ساعات بحب اغير. بحب ايه، بزهق من الروتين، فاهميني؟ فبحب ان انا اغير ايه في طريقه الاكل كده شويه، بس ما بخرجش عن المألوف قوي يعني، لان مش بحب التجارب الكتير، بخاف ان التجربه تطلع غلط مني. انتوا فاهمين. انا هنا حطيت بصل، وحطيت ملح وفلفل وكمون، وهحط كده نص معلقه كرز صغنونه، يعني معلقه من اللي هي بتاعه الشاي. وبرده هحط نص معلقه 7 بهارات، وهحط برده كركم. الاولاني كان كركم لكن ده كاري، تمام، عشان انا ما بفهمش في البهارات قوي. وهحط ورق لورا، بيدي للاكل ريحه حلوه قوي قوي قوي، تمام. وهحط حبه سكر صغيرين قوي. في حاجه مشت فانا فكرت هحط حبه سكر، ماشي. وهلبس جلافزات كده عشان المظهر العام. انا لو طبيعي بطبخ عادي، والله العظيم بطبخ بايدي عادي، مش مشكله معايا، ما بحبش انا الجو ده، بس عادي. المهم هنعمل ايه البصله كده، فاهمين؟ يعني الرخامه تتبهدل. هدخل البهارات في قلب البصله، ونسيت احط نقطه زيت. هحط نقطه زيت، وهدخل بقى كل البهارات في قلب البصله كده. وهنجيب الفرخه، ماشي. هنشيل كده الكبد والقوانص بتاعتها خالص، وهنجيب الاستاذه، وهحاول ان انا ايه افتحها من جوه، مش تبقوا فاهمين، يا رب تكونوا فاهمين. يعني هحاول افصل الجلده عن الفرخه نفسها، فاهمين؟ الوقت كده زي ما بنعمل كده في الفراخ المشويه. انا كل ده عاوزه ايه، عاوزه الفرخه تشرب من التتبيله والبصل بكله والبهارات من اللحم، مش من على الجلد وخلاص كده، فاهميني؟ هقعد افتح فيها كده لحد ما تتفتح معايا كلها، وهرجع لكم عشان الفيديو بس ما يطولش. بس شوفوا انا كده فتحتها كلها اهي خلاص. هنقوم عاملين ايه بقى، نجيب سكينه، ماشي، وهفتح الصدر من جوه كده. هفتحه كده كده ايه كام حته، عشان هندخل فيها التتبيله كده. 3 حتات من الجنب ده و3 حتات من الجنب ده، خلاص اهو كده. وهنغزغزها بقى من كل حته كده، هنزغزغها هغزغزها من كل حته كده فيها، يعني كل قطعه فيها
هغزغزها بيها كده ايه كده بالسكينه، مفتحه كده من كل حته علشان التتبيله تدخل في كل قطعه فيها. بس بصراحه انا اكتر حاجه بحبها آه الاكله اللي يكون فيها رز بسمتي. انا بحب قوي 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 الرز البسمتي. بس وندخل بقى خلطه لكل جزء في الفرخه، حتى هندخلها جواها كمان مكان الحشوه اللي بنقعد نحط فيها المرتة وكده. هدخل فيها كل جزء، هشربها في الخلطة دي. شايفين المنظر تحفة ازاي؟ تحفة تحفة تحفة. وهنعملها برضو من فوق كده. انا بهدلت الرخامة بس معلش. وهنشيل البطل الصغنن ده ونعمله كده. المهم هنا انا خلصت الفرخة اهو، هحطها في التلاجة. ايه مالكوش دعوة باللي حصل في الرخامة، هشيله. هحطها في التلاجة ساعة واحدة بس تشرب التتبيلة، وبعد كده ولع عليها. فتعالوا بقى يلا عما هي تتبل نكون ولعنا على الرز وعلى البطاطس. يلا بينا. لا لسه هحطها اول في صينيه، خليكوا استنوا. هنا انا جبت صينيه صغنونه اهي ماشي، وجبت طماطميتين وبطاطسايه. هنعمل بهم ايه بقى؟ هقوم مقطعهم وفردهم في قلب الصينيه، يكونوا تحت يعني تحت الفرخه يعني، لان انا هدخل الفرخه تستوى في الفرن. الطريقه دي حلوه قوي قوي قوي، مش اول مره اجربها، انا بجربها على طول. تمام. هغسل البطاطسايه واجي. بس انا بقى اقوم مقطعه كده ايه البطاطس شرايح كده، والطماطم برضه اقطعها شرايح، وهنفردهم في الصينيه تحت عشان الفرخه هانم تستوي على مهلها. عارفين انا نفسي اعمل اكله ايه والله؟ ما عملتهاش يعتبر من امتى، من زمان قوي. المحشي. نفسي قوي 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 اعمل محشي، بس خايفه منه بصراحه، خايفه من الخطوه. بسم الله الرحمن الرحيم. لان المحشي متعب جدا، ونفسي برضه اصوره معاكم، يعني اعمله وانا بصور. بس المحشي متعب جدا قوي قوي يا جماعه، وانا بتعب قوي قوي منه، بس بحبه جدا جدا. بس هنا بقى انا حطيت الفرخه اهو خلاص، الكبده والقنصه والرقبه اخدت لهم شويه من الخلطه، وهعملها بيهم كده تبقى تحفه. تهيألي عملت معاكم الطريقه دي قبل كده، مانيش فاكره بصراحه، مش فاكره عملتها ولا لا، بس تهيألي عملتها. بيصوت ده بره، ده ابني، ومش هعرف ان انا اخرج دلوقتي اقول له اسكت. بيصوت بيتفرجوا على الكرتون حبايبي. بس هنا الفرخه اهي انا حطيتها كده خلاص. هنحطها في قلب التلاجة تتبل مع نفسها ساعة كده، على ما اكون عملت البطاطس وعملت الرز. اللي هيسألني ما عملتش البطاطس على الفرخة ليه؟ انا كنت حطيت كله مع بعض يستوى. لا انا عاوزة دي تست لوحدها ودي تست لوحدها. فيلا بينا. وتعالوا اخدكم على البوتاجاز زي ام خالد، ونعمل صينية البطاطس سوا ونكمل باقي الاكل. هنا هحط صينية البطاطس كده مع نفسها، بس هزود لها ربع كوباية مية، حاجة بسيطة خالص، وهسيبها بقى تستوي مع نفسها على نار هادية. شوفوا حاجة بسيطة قوي 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 قوي، يعني حاجة كده لا تذكر. ماشي كده خلص. هنا كده عدى ساعة على الفرخة في التلاجة، فاهي انا قررت اول هحطها على النار شوية فوق البوتاجاز من فوق، هسيبها تستوي عليه نص سوا، وبعد كده انزلها الفرن، لان انا مش ضامنه ان هي تستوي كامل في الفرن ولا لا. فهنولع عليها هنا، و حطيت لها هنا غطا اهو. انا كده حطيت ورق الزبده اهو، هحط لها الغطا. متقلقوش، هو ورق الزبده مع البخار وكده مش هيبقى منفوش كده، فالحله الصينيه هتتغطى يعني. المهم تعالوا نسيبها، هسيبها شويه
وهوطي عليها النار هي والبطاطس يستووا بقى على مهلهم خالص بالراحة. واحنا تعالوا نعمل الرز البسمتي سوا. هنا بقى هنعمل الرز. ماشي. اول حاجة انا جبت الحلة والزيت والبصل اهو اللي احنا كنا مقطعينه هنزله. هحط ايه البهارات، هحط لومي ومستكة وحبهان وكركم وكاري وفلفل والسبع بهارات، معلقة سكر صغنونة لان انا بحب السكر في كل الاكل. وهحط برضو ورق لوري. شايفين الحلاوة؟ ريحتها تجنن 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 اقسم بالله. وهنا اهو الفراخ والبطاطس بيستوي على مهلهم. وهنا البصل اتشوحت خلاص في البهارات وشميت ريحتها خلاص. هنا بقى انا جبت الرز وهنزل بيه على البصلة وهننزل عليه بالمية. انا عارفة ان هو الاحسن ان انا اعمل مية في الكتل، بس بصراحة انا ما عنديش وقت، عايزة اخلص عشان عندي حاجات تانية كتير عايزة اخلصها، فانا بحاول ان انا اطبخ بسرعة، فاهميني. وهنحط الملح كده. ناقصة سلطة الزبادي. انا بحب قوي قوي مع الرز، سواء عاملاه بفراخ او بلحمة، الرز الاصفر ده اعمل معاه سلطة زبادي. بس انا عندي الخيار، عندي كل حاجات سلطة الزبادي، بس ما عنديش الزبادي نفسها. انا عملت الرز اهو، جبت حبة زبيب هحطه كده. ماشي. الزبيب بيدي للرز تيست حلو قوي 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 قوي. وهسيبه يتشرب براحته. هخلص واوريكم النهايه عامله ازاي. هنا بقى انا هغسل المواعين اللي نضفت بيها، اللي طبخت بيها قصدي. هنضف المطبخ واوريكم نهايه الاكله. لو عجبك الفيديو اضغطي لايك للقناه للفيديو واشتركي في القناه وقولي لي ايه رايك في الفيديو بس. واتكلموا معايا في الكومنتات وعرفوني على نفسكم، تشوفوني منين واسمكم ايه وكده عشان نتعرف على بعض اكتر. وعاوزه ارحب بالبنوتات العسل اللي دخلوا اشتركوا في القناه. انتوا حبيب قلبي، ربنا يخلينا لبعض. يلا بينا. مش هنضف المطبخ معاكم عشان كده الفيديو هيطول قوي. هما كام طبق بس، فانا اغسلهم بسرعه. شوفوا بقى الحلاوه والطعامه والتحفه ده. هنا الرز خلاص اتشرب، و هسيبه بقى يرد مع نفسه. شايفين المفلفل ازاي شكله تحفه تحفه تحفه. معلومه، انا بحب احط مع الرز البسمتي ربع كوبايه من الرز المصري العادي عشان يطلع مفلفل وحلو كده. انا بحب الميكس الاتنين مع بعض. وبس كده اسيبه يرد. وتعالوا هنا بقى نطمن على الفراخ. الريحة يا جماعة تحفة، اقسم بالله خطيرة. هي بدأت تخش في السوا خلاص، تحفة تحفة. هنا بس هزود لها حبة مية عشان تستوي من تحت كمان ما تتحرقش. وهنغطي عليها تاني. وهنا نشوف البطاطس وحلاوتها تحفة تحفة تحفة. يا ريتكم يا جماعة تيجوا تاكلوا معايا، والله العظيم الاكل ريحته خطيرة. وهنا خلاص حبايبي
كنت خلصت الاكل الحمد لله وغرفت الاكل كان تحفة تحفة ما شاء الله. اتفضلوا معايا يا جماعة. آه، لو طريقة الاكل عجبتكم جربوها واعملوها، والله العظيم طريقة حلوة اوي 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 وسهلة ومنجزة. انا خلصت الاكلة دي كلها في ساعة، فما شاء الله الاكل كان حلو وطعمه جميل ولذيذ، وكان الحمد لله اليوم النهاردة حلو وسهل وبسيط ما كانش صعب. بس هنا بقى انا طلعت الفرخة، هي الفرخة فردت نفسها مش عارفة ليه هي اغمى عليها في الصينية جوه، بس ودخلتها حمرتها وخرجتها بقى. وهنا البطاطس برضو كانت خلصت وحمرتها في الفرن. البطاطس يا جماعة اللي بتبقى من غير طماطم مع الأكلة دي بتبقى تحفة تحفة حرفيا. ولو عايزين بقى تحسوا بطعم البطاطس اكتر قطعوها مكعبات صغنونة كده، بتختلف. بحس كده مش عارفة ليه انا بحس ان هي بتختلف في طعمها. وهنا يا حبايبي الفيديو خلص، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.